طبيعي. حلو قوي. رهيب. النهارده بابا عمل لنا بجد شويه بوفتيك، يا لهوي يا لهوي على الحلاوه، خطير. البوفتيك بقى يلا يا بابا. اول حاجه هنعمل ايه؟ 4 بصلات بس حط شويه ميه. ماشي. على كيلو على كيلو البوفتيك هنحط 4 بصلات كبار. نجيب ملح وفلفل. عايز ملعقه ولا ايه؟ بركاوي. لا بركاوي. يبقى خليها معلقه كبيره ملح على ايه؟ على 4 بصلات. معلقه كبيره فلفل اسمر. معلقه كبيره ملح ومعلقه كبيره فلفل اسود. عايزين تقلبوا فلفل اسود وتبع الكميه اللي براحتكم، تبع الكميه اللي هتعملوها. دي حاجه اضافيه مش عايزين تحطوها براحتكم، يعني دي مش بابا بس انا ايه بعملها. معلقه من الصويا صوص، معلش ومعلقه من الورشستر صوص. الاثنين دول اختياري، بس لو في امكانياتكم تحطوها حطوها. اختياري بس الاحسن تعملوها من غير الحاجات دي. والله حلوه. نضرب بقى الكلام ده كده في الكبه. يا بابا يلا. ايه طبق؟ حط البصل هنا نبدا نتبل. ماشي. بالبصله. هتتبل واحده واحده؟ واحده واحده عشان ايه؟ نقص ده يبقى اصغر؟ لا عادي، يعني كل واحد براحته. ترجع للطاسه اللي هتعمل فيها. بابا باله طويل قوي في الاكل. مزاج. هو في ايه؟ كيلو من البفتيك من السمانه. ده مش بتعيط من البصل. ده امينه بصي. من كتر البصل انا عارفه، انا يمكن اكتر واحد يستهلك في البصل في مصر انا. لا وبعدين مفيش في عينك ولا نقطه. بص ما شاء الله ولا نقطه. يعني ايه وجبه اساسيه عندي البصل. عمال بابا يعمل في البصل مع اللحمه، انا قلت هتدمع اي حاجه. ده انا الصبح عامل مفيش اي حاجه كده. يا لهوي بابا. بعد ما حطينا بقى البفتيك في بصل وملح وفلفل اسود، وانا حطيت صويا صوص وشيستر صوص، اعملوا بقى اللي انا بقوله لكم ده بالظبط. يعني بلاش تشوفوها في التتبيله مثلا وبعد كده تروحوا ايه حطيناها في دقيق بيض ولبن بقسماط. لا، حطوا على التتبيله بعد ما تبلناها كده. هنحط بقى البيض، كام بيضايه يعني على حسب. يعني كيلو مثلا البفتيك ممكن نحط 5 أو 6 بيضات. ماشي. مش هتحسوا بزفاره بيض خالص، مش هتحسوا باي طعم نهائيا. الطريقه دي بقى هتطلع معاكم البفتيك في الاخر خطير خطير خطير. انا ليه بعمل واحده واحده؟ عشان خايفه تكون في بضايه بايظه تروح مبوظه لي كل الوصفه، يعني بوظ لي اللحمه وبوظ لي الدنيا دي كلها، والبيض اللي انا استخدمته والبصل والصويا صوص والورشستر صوص. فاعملوا بيضه بيضه كده عشان ايه؟ نبقى ضامنين ان البيض بتاعي كله كويس. اي تتبيله بنستخدم فيها بيض ابيض او احمر. بلاش تستخدموا طبعا البيض البلدي لانه بيبقى يعني اصغر وهتستخدموا منه كميه اكبر بكتير. فدايما لما نيجي نتبل اي حاجه نستخدم البيض الاحمر او البيض الابيض. قلبته بالشوكه الاول كده بس عشان ايه كله متقلب كويس. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي بجد خطيره. صح يا بابا ولا مش صح؟ صح. مين قال لك الطريقه دي؟ لا انا انت. مين قال لك الطريقه دي؟ انت اللي معلمني البفتيك وانا اللي قايله لك على البيض. بس في ناس حطوا نقطة خل وكده، دي مش صح. مش صح. هو بصي كل ده 100 100 ما عدا الصوص اللي بتقول عليه. لا هتدوق. طب ممكن تدوق اما ادوق كده يعني؟ لا اما نخلص تدوق وتقولي. عامل زي الاسد ادوق كده. انت عارف ان انا بعرف يا بابا الحاجه ناقصه ملح ولا لا من الريحه؟ عارف تقعد تقول لي لا بس انا بعرف. انت عرفتني في الرز. فاكر؟ قعدت اقول لك الرز ناقص ملح يا بابا ما صدقتنيش. قلت لك بتقولي عرفت منين؟ قلت لك من الريحه ناقصه ملح. زودت اهو ملح وفلفل كانت محتاجه وبس كده. نسيبها بقى في التتبيله قد ما نقدر. احلى حاجه انك تسيبوها ليله، يعني احلى حاجه في الموضوع لو هتعمل البفتيك النهارده يبقى من بالليل. احلى ليله. بنظبط بالليل وبكره بعد التشغيل. بالظبط. احلى حاجه اقل حاجه ساعه، اقل حاجه يعني ما ينفعش اقل من ساعه، دي مستحيل. اول حاجه بقى هنفضي التتبيله كده. ودي بقى لازم نفضي التتبيله. لو ما فضيناش التتبيله خلاص باظت الدنيا. الدنيا هتبوظ والبقسماط هيفك. هحط لك فين بقى وتابعنا كده؟ لا واحده واحده. كده كده. ايوه ماشي كده. سامع مي وندوس بصوابعنا كده اساسي. مي ده عامل زي الغسيل اللي بتنشر على الخيمه. رجعها ورا. طيب رجعها ورا. هتبهدلي الدنيا. اهم حاجه البفتيك ما يتحطش فوق بعض عشان ما يفكش. حطينا بقى زيت، استنيناه يسخن شويه كده، بعدين نروح حاطين بقى ايه البفتيك بتاعنا. لازم يكون سخن كده عشان طبقه البقسماط ما تفكش منه. اول ما يقب كده نروح ايه عاملين كده وثابتين بقى.
في فن لازم في تسويه البفتيك عشان يطلع معاكم مظبوط. اول ما يقب كده لازم نروح عاملينه بالمعلقه كده، بالمقصوصه كده. هو التانية قبت، الشوكه ممكن ماشي. تسلم ايدك يا حجوج. شايفين الفن يا جماعه؟ فن، في فن في تسويه الاكل. بعد ما بتمسك نفسها بنقلبها على الناحيه التانية. شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، خطيره. نقلبها. شايفين؟ ولا حاجه فكت ولا حاجه عملت. خطيره خطيره خطيره. تسلم ايدك يا بابا. تسخن تاني، بعد كده نروح حاطين فيه بفتيك تاني وهكذا لحد ما نخلص الكميه بتاعتنا كلها. يا بابا